النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البغاشة بطريقة سهلة جدا وبدون فرن وبدون دقيق وبدون عجن وبدون فرد وبدون أي مجهود، وهتطلع معاكي مقرمشة وطعمها بجد خطير. تابع معايا الفيديو الآخر وهتعرفي كل التفاصيل. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير. أول حاجة كده هجيب كزرولة أحط فيها 3 كوبايات من السكر، 3 كوبايات من المية، وعصير نص ليمونة، وهنحطهم على النار بدون تقليب. اول ما الشربات يغلي اول ما الشربات يغلي هضيف كيس من الفانيليا، وهسيب الشربات لحد ما يتقل، وبعد كده هركنه على جنب لحد ما يبرد تماما. هنحضر بقى مع بعض الكريمه. هضيف 4 كوبايات من الحليب، عليهم 4 معالق كبيره من النشا، ومعلقتين كبار من الكريم شانتيه، وكيس من الفانيليا، ومعلقتين كبار من السكر. طبعا السكر اختياري، نقدر برضو نستغنى عنه، بس هو بيدي طعم كويس جدا للكريمه. هقلب بقى كويس قوي على البارد، وبعد كده احط الخليط على النار. طبعا الكمية دي انا عاملاها لان انا عملت كمية جلاش كتيرة. انتوا تقدروا تقسموا نص الكمية دي، وتقدروا تقسموا نص كمية الشربات بتاع الجلاش. تمام. بعد ما اقلبهم بقى على البارد واخلي الخليط كده يتقل، اغطيه بقى بالستريتش او كيس كده لحد ما يبرد تماما، عشان ما يعملش وش على في الطبق يعني. كده خلاص السيرب بتاع الشربات برد. هجيب بقى لفة الجلاش بتاعتي دي، لفة جلاش روتانا. تقدروا تستخدموا الزهار او اي حاجة انتوا بتثقوا فيها. اهم حاجة يكون فريش كده وطازة، ويكون يعني ايه مش متقطع او حاجة. ممكن لو متقطع حاجة بسيطة من النص بندريه عادي جدا. هجيب بقى الجزء كده، معلقه كده كويسه جدا او كبيره كده من الكريمه بتاعتي بعد ما بردت تماما. وهجيب بقى سمنه بلدي. تقدروا تستخدموا اي سمنه تانية، بس السمنه البلدي بتبقى جودتها كويسه جدا وطعمها تحفه في الجلاش. عارفين طبعا ان الجلاش بيبقى اساسه السمنه البلدي. هغلف بقى الجلاش كله كده بالسمنه من جوه، وهطبق كده من قدام تطبيقه صغيره وتطبيقتين من الجناب، بطريقه سهله جدا قدامكم اهو. شايفين بقى بتبقى عامله زي المستطيل كده بالظبط. اخلص بقى كل الكميه بتاعتي بالطريقه دي. هجيب بقى طاسه هنا على النار، احط فيها معلقتين كده حلوين من السمنه البلدي، واخلي السمنه تسخن، وهنزل بالجلاش. طبعا الجلاش راقبوه كويس جدا، عشان هو مش بياخد دقيقه واحده على النار، وبيبقى لونه اصفر زي ما انتم شايفين ذهبي كده. ما بياخدش حاجه على النار. في خلال 3 دقايق بالظبط الجلاش هتشوفوه بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، وهيبقى لونه ذهبي كده ومقرمش وطعمه تحفه. بعد ما بيخرج بقى من الطاسه بنسقيه بالشربات البارد اللي احنا عملناه. وممكن نزينه بقى بفستق بفول، ممكن ناكله ساده كده خالص. عايزه اقول لكم ان طعمه بجد تحفه. جربوه، مش هتجربوا غير الطريقه دي. احلى بغاشه هتجربوها في البيت في الطاسه بدون فرن، طعمها تحفه. متنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك وشير. متنسوش تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب، صفحتنا على الفيسبوك. ودمتم في رعاية